لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المنتخب الوطني المغربي الذي يبحث كما قلت لحجز البطاقه بشكل رسمي في المشاركه ديالو في الالعاب الاولمبيه المقبله. الطاقم التحكيمي الذي يقود هذا اللقاء الحكمه ديال السحافه هي من رواندا سليمه ماكانسانغا، الحكمه التي ستقود هذه المباراه. فيديس هي المساعده الاولى بمساعده ايضا المساعده الثانيه اوميتسي اليس. في هذه اللحظات انطلاقه المقابله والكره للاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي يلعبنا في القمصان البيضاء من يسار الى يمين. الساده المشاهدين، دائما البحث من جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي، كاين هنالك مخالفه سقوط. هذه تمريره اليمنى، عمليه ديال المراوغه ممتازه من سكينه دخول داخل منطقه جزاء، فرصه هدف اول كيضيع للمنتخب الوطني المغربي. ابتسام جريدي اول محاوله، جات كره عرضيه جانبيه دخول داخل منطقه الجزاء. لاحظوا هنا الجهد كبير، مراوغه وانطلاقه الهجوميه من الجهه اليسرى، عمليه هجوميه للمنتخب الزامبي الى خارج. هذه عمليه من جديد، الانطلاقه من الجهه اليسرى، تمريره عرضيه مباشره عند خديجه ربيشي. الجهه اليسرى عمليه ديال المراوغه والمرور امام باربرا، ازاحه الخطر، تعود من جديد الكره لتكون مغربيه، لكن ماذا هناك حكمه كتشوف ان هناك خطا، هناك سقوط. اللعيبه تستأسد بشكل كبير. سكينه من الجهه اليمنى، عمليه هجوميه محاوله داخل منطقه الجزاء، مجهود فردي، مراوغه اولى ثم الثانيه كانت ديال كاندراجي راشيل اللي حاولت ما امكن انها تبحث عن الكره ديالها. ضربه مرمى للمنتخب الوطني المغربي، خديجه ربيشي الوقت اللي حاولت تقطع الكره، تمريره بدخول داخل منطقه الجزاء وخديجه ربيشي. خديجه كتمكن من ايقاف هذه الكره، اعتقد انها اصيبت في التدخل الماضي. تمريره كانت اماميه مطوله، تمريره للجهه اليسرى، محاوله تصويبه، فرصه مواتيه، فرصه مواتيه لتسجيل تصويب عن بعد حل من الحلول. مبدا الامان والسلامه، باربارا تصويبه خارج الخطا الخلفي الملعب في الشباك الخارجيه. هذه كانت عمليه هجوميه ومحاوله ديال لاعبات المنتخب الزامبي وناجحه في هذا الامر. حنان ايد حاج لانه في الجناح الايمن في تغطيه دفاعيه، فتبعد باندا باربارا، كترفع كره داخل منطقه الجزاء. خديجه ربيشي كتبعد الخطوره من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. ايرين تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه وابعاد الخطوره من جانب خديجه ربيشي. راسيه كانت هادئه، تحس بان الكره كانت داخل منطقه الجزاء، محاوله ابعاد الخطر بالفعل. سريعه كوندانجي راكيل، ومحاوله صعبه، محاوله صعبه. لولا عزيز رباح كان بامكان ان تشكل خطوره كبيره على المعترك ديال المنتخب الوطني المغربي. عزيز رباح استراليا ونيوزيلندا. هذه عمليه هجوميه تصويبه، كانت اعاده الكره للخلف، الشيء اللي خلى انه شكل المنتخب الزامبي. لاعبات سريعات، لاعبات زامبيات، قوه بدنيه موجوده، السرعه ايضا موجوده، وكيغيروا او كينوعوا من اللعب. تارة في الجهه اليسرى، طير هذه داخل منطقه الجزاء، خروج ديال خديجه رميشي، عمليه هجوميه مستمره متواصله، تصويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي الملعب. الزامبي محاوله لاعبات المنتخب الزامبي ولاعبات المنتخب الزامبي. اخذ ورد، صعيبه هذه الكره، صعيبه هذه العمليه الهجوميه داخل منطقه الجزاء والهدف الاول. يعني المنتخب الزامبي انتظر الى حدود الدقيقه 39 واللعبه اللي حذرنا منها كثير. باربارا باندا كتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل ان صح التعبير، اكتساب مباراه الذهاب والاياب، طريقه ديال استلام الكره ثم بعد ذلك القيام بعمليه هجوميه. المنتخب الزامبي صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي الملعب. طموحات اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي تكبر بايجاد امكانيه تسجيل هدف. كره داخل منطقه الجزاء، التصويب وابتسام تضيع ضربه مرمى
محاولة تحضير من نجاة بدري، زين بردواني، كاين تدخل مخالفة واضحة، تدخل على ابتسام شريدي، عملية ديال اختراق مرور، كرة ممتازة، فرصة محاولة ديال ابتسام شريدي، يمكن نقول بأنه بشكل أوضح ولا أقرب للتسجيل. عملية ديال اختراق كانت اختراقة صويبة مباشرة إلى خارج خط الخلفي الملعب. تنزل الكرة ديال عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء تحت المرور، تمريرة عرضية، فرصة وهنالك تدخل عملية ديال اختراق والمرور، مرور ممتاز من الجهة اليسرى، ابتسام أمام جوج ديال اللاعبات من الزاوية. مسألة المرور، مسألة تغيير مسار كرة مغربية، فرصة تمريرة عرضية جانبية، محاولة الكرة لأن مرات أمام المرمى، كتقوم مراوغة الجهة اليمنى، محاولة تصويب ديال سكينة أو ديال أنيسة، ولكن تغيير كلي شركة بريسكا داخل منطقة الجزاء. نيلة بنزينة تخرج الكرة إلى الزاوية، زاوية للمنتخب الزامبي. هنا تاكناوت، هنا التمرير داخل منطقة الجزاء، محاولة ديال التصويب، المراوغة تصويبة، كيضيع هدف مرة أخرى العناصر الوطنية. لعبات كرة تفوق عددي، سكينة أوزراوي في الاندفاع، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية، محاولة هدف يضيع للمنتخب الوطني المغربي. حظ عاثر أمام الاندفاع، أمام الطموح، أمام الرغبة، أمام كل الأشياء اللي ممكن نهضروا عليها في المباراة ديال اليوم. لاحظوا رأسية أولى، صويب، ضغط كبير على معترك الزامبي، وهنا سقوط داخل منطقة الجزاء. الحكمة تقول وصل اللعب، كرة تلفى داخل منطقة الجزاء، بحث عن متمم العملية مرة أخرى، كرة في الزاوية، ضغط كبير من اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي على المعترك ديال المنتخب الزامبي. الحلول تأتي في قيادة جغرافية، كرة بهذا الشكل، مرتد هجومي زامبي، تمريرة داخل منطقة الجزاء، ابتسام، دخول اختراق داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة صويبة ولكن كتصطدم تواجد الحارسة، لا تزال الخطورة مستمرة، صويبة إلى خارج خط الخلفي للملعب. قلت أنه حظ عاثر ويظهر على أنه يتأكد. ما مراتش الكرة مرة أخرى، تاكناوت، كاين خطأ، أن هناك سقوط تاكناوت، أنه ما تكونش إصابة مؤثرة. 72 دقيقة.